بسم الله. هذا كوب ومروحة بنفس الوقت، شنو رأيك؟ حتى من تعطش بالصيف وتشرب مي تقدر تهوي على نفسك. فتشي مروحة وبيها سرعتين. واو، ايش تحط قبالك بالامتحانات تشرب وتهوي على نفسك. خصوصا احنا بالعراق المدارس عندنا ما بيها بنكات، ومرات يصير الامتحان برمضان وانت صايم. لا اذا انت صايم شو راح تشرب وياه؟ ما تفكر. اوكي بس تحطها بصفك تهوي لك. المهم تفيدك بأوقات الحر. اهلا وسهلا بكم بالحلقه. ما ادري ايش قد من اختراعات غريبه صار انا هواي قمت ما احسب. فاليوم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده راح نشتري شغلات غريبه وما مطروقه. هره يا عيال، الدنيا هره كلش هاره الدنيا كلش. اوكي شباب، اول شغله غريبه راح نشتريها هي هاي الحقيبه اللي اسمها حقيبه ذكيه. جنطه مال ظهر بس بيها مميزات ما موجوده باي جنطه ثانيه. هاي الجنطه عزيزي المشاهد ضد السرقه، يعني ما حد يقدر يخمطها منك. ثانيا ضد المي. ثالثا بيها رساله الامان. يعني شنو؟ يعني مثلا اذا حضرتك بمكان واجى عليك حرامي يريد يبوقك، تدوسين بيها دقمه راح الجنطه ترسل رساله لاهلك تقول لهم الحقوني وتدز لهم الموقع مالتك بالخريطه. انت بس تخيلي، شوفوا هاي الجنطه شو تسوي. طبعا سعر هاي الجنطه ب35,000. يا بلاش على هالمميزات، يا بلاش. هاي كلش راح تفيدني بالسفر يا عيال. خلونا نروح نشتريها ونرجع لكم. وكان توصل الجنطة يا عيال. تعالوا خلنا نفتحها، متحمس اشوفها يا عيال. بسم الله. هاي شلون طلابة معود؟ تفتح هسه شنو هي؟ ذهب. بسم الله. اوكي باع شلون مغلفة يا عيال. حجمها صغير شباب، شو احس صغيرونه. يلا نطلعها. اوبا شوف الابداع. شوف شلون هاي الجنطة ضد السرقة. انا اقول لك شلون، لان ما بيها جيوب من قدام. ما تقدر تفتحها اصلا، ماكو اي جيب هنا. الجيوب صايرة كلها من ورا، يعني من راح تلبسها بظهرك الجيوب كلها راح تصير ورا ظهرك. تمام؟ انت عندك سفر مثلا واقف بسرة بالمطار، بهاي الحالة اللي وراك ما راح يقدر يفتح السحاب ويمد ايده ويطلع شغله. لا، كل شغلاتك محفوظة بظهرك. لازم شنو؟ يمد ايده ورا ظهرك. بالاضافة الى بيها باعوا هنا دقم. يعني مثلا عزيزتي انت بنيه مخطوبه او متزوجه، او حتى لو بعدش لا مخطوبه ولا متزوجه، وعندك مثلا مدرسه او جامعه تروحين وتجين ولابسه هاي الجنطه، عن طريق هاي الدقمه تعال شوفيها. هاي الدقمه تشوفيها تدوسيها راح توصل لابوك رساله مكتوب بيها الحقني ويدز له الموقع مالتك. بس هي مشكلتها صغيرونه شباب، احسها صغيره ما اعرف يعني. بس ركز شوف، صغيره ولا مو صغيره؟ تحسها صغيرة بس شنو حلوة. تقدر تحط بيها تليفونك. شوف عندك هنا جيب، هذا جيب هنا. طبعا مثل ما قاعد تشوفون الجيب مال الجنطة صاير من ورا هنا. شوفوا تفتحوها من هنا وتنفتح الجنطة بهاي الطريقة. اوكي شنو هذا؟ تشيس منفوخ. واو حاطين لي تشيس منفوخ، وبيها فتحة ثانية من هنا. مجرد انه شوف حتى شنو تنفتح فتحة كاملة. هوبا، ويجي وياها واير الشحن. اي نعم، هاي الجنطة على الشحن. وطبعا هاي الصفحة بيها هواية جيوب. بيها جيب هنا تقدر تحط تليفونك، اوراقك، مستمسكاتك. جيب اضافي من هنا. عندك ايباد تقدر تحطه هنا. يعني هاي الجنطة راح تفيدك بالسفر بشكل رهيب. طبعا اعتقد الجنطة ما بيها شحن. من هنا نشحنها شباب. باعوه تشوفون هاي مال طاقة. هنا سحاب نفتحها من هنا ونطلع هذا الشيء. منا نفتح هاي، منا راح نشحن الجنطة. هذا هو منفذ الشحن. خلونا نشحنها وننزل التطبيق مالتها، لانه شنو شباب بيها تطبيق لازم ننزله حتى تجينا اشعارات. خاف واحد خمط الجنطة، خاف واحد سوى شيء، وندخل بهذا التطبيق ارقام الناس اللي نريدهم تجيهم رسائل واشعارات اذا تعرضنا لمشكله او واحد راد يخمط الجنطة. فقبل راح تجي للاشخاص اللي انا ضايفهم بالتطبيق رسائل مكتوب بيها الحقني وياها الموقع مالتك. خلنا نشحنها ونضبط الوضعية ونرجع لكم. اوكي شباب،
شحنت الجنطة، بس للأسف اكتشفت انه الخدمة مال ارسال الموقع مو متوفرة عندنا بالعراق، فلازم اروح لغير دولة حتى افعل هاي الخدمة. بس اكتشفت شغلة حلوة بيها، شنو باعوا؟ راح البس الجنطة وحسيت انه اكو واحد مثلا يحاول انه يبوقها مني، بس ادوس هاي الدقمة مرتين باش راح يطلع. تنبه العالم كلها، ابوي راح يجيني. بس شي على شي شباب، جنطة كلش آمنة ضد المي. قلت لكم اذا تسافرون لغير دولة راح تستخدمون هاي الميزة اللي بيها انه يرسل لك الموقع اذا صار لك شي، مجرد تدوس هذا الخيار اللي جوا. تقييم لهاي الجنطة 9 من 10. ننتقل على الشغلة اللي بعدها. خلينا نطفيها، بس خلينا نطفيها تخلص شحن. طفت. اوكي شباب، المنتج اللي بعده هي هاي الاقلام. راح تقول لي شنو الغريب بالاقلام؟ قلم عادي. غلطان، هاي الاقلام تقدر تكتب بيها على المي. بوم، بس تخيل. هاي قدامكم اقلام تقدر ترسم وتكتب بيها على الماء. فكرتها كلش غريبة، سعرها ب10,000 دينار. رخيص، شغلة غريبة ورخيصة، انا حبيت. خلنا نروح نشتريها ونرجع لكم. وكان توصل الأقلام. أول ما جتني لقيت حاطين بيها مثل الخاشوقة. تعالوا خلي أشوفها لكم. يجي ياها هاي الملعقة شباب، وزنها ثقيل شباب، مو بلاستيك يعني باع. أعتقد إنه إحنا نرسم على هذا المكان بالخاشوقة وندخل هاي الخاشوقة أو الملعقة بالمي. فمن راح ندخل هاي الملعقة بالمي، الكتابة اللي صايرة على هاي الملعقة راح تطوف على المي. بس تخيل. طبعا يجي بيها عدة ألوان وهواية ألوان يجي بيها. متحمس أجرب يا عيال، متحمس. طبعا مثل ما قاعد تشوفون جبت ماعون حتى نسوي عليه هاي التجربة. خلونا نختار لون، وليكن هذا البنفسجي، لأن أعتقد اللون البنفسجي لون يكون واضح نوعا ما. بسم الله. خلونا نبلش نكتب أو نرسم. أول شغلة نقول بسم الله. خلينا نرسم مثلا قلب الحب مثلا. قاعد تشوفون هذا القلب تعبان كلش. هسه المفروض بس نحطه بالمي القلب يطوف. بسم الله. هذا المي قليل، هذا المي قليل. اوه فشلت التجربة. بدي اشوف مون القلب يتحرك بس المي قليل. وات، هذا الحبر ينشلع. واو. خلونا نكثر مي. بسم الله. اوكي هسه اعتقد هذا المي صار كافي. خلونا نعيد الرسم مرة ثانية، وهسه نقول بسم الله، ننزل القلم بالمي. يلا حبيبي يلا. اوكي طلع القلب، طلع القلب. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا ترى ما يصير هيك شي شباب. شنو هذا شباب؟ باعوا. شوفوا شباب، كتبت حرف اي هاي قدامكم خو بزاوية قريبة. بسم الله. شنو هاي؟ ما قاعد يفصل الحرف. اي بدأ يفصل، بدأ يفصل، بدأ يفصل. هاي شنو هاي؟ شرفك بحرف الاي صار تمزق تهلس. وين الرسم على الماء؟ بس قولوا لي هذا رسم على الماء هذا وشلون صار؟ هذا عود قلب الحب. هذا قلب الحب باع. هذا قلب الحب بشرفكم. فشلت التجربة يا عيال، فشلت. كاتبيلي قلم يرسم على الماء. طبعا شباب طلعت كلاوات السالفة. الحبر يطوف على المي بس يتخربط، مو مثل ما كنت اني متخيل. فتقييم لهاي الاقلام 1 من 10. ليش اعطيته 1؟ لانه اقلام تقدر تستخدمهن تكتب بيهن على السبورة والى اخره. فخلنا نروح للشغلة اللي بعدها. الخاشوقة تفيد بالشكر. اوكي شباب، الشغلة اللي بعدها هي هاي الطيارة. طبعا اللي قدامكم هي مو طيارة، هي عبارة عن عطر او معطر يعطر لك المكان. بس شنو شباب؟ يشتغل على الضوء او على الطاقة الشمسية. يعني اذا حطيت عليه ضوء قوي، هاي المروحة تقوم تفتر وتقوم تطلع لك عطر تعطر لك بيه الغرفة. واعتقد هذا مصمم للسيارات، تحطه ومن يصير شمس عليه تقوم هاي المروحة تفتر. طبعا هاي سعرها 10,000 ويجي بيها اكثر من شكل. هذا هم شكل، بس هالمرة البايسكل يفتر. فخلنا نشتري شكلين نجربهن ونشوفن فعلا يتحركن عالضوء لو لا. وكان توصل الطيارة وجبت وياها سفينة. خلونا بالبداية نفتح الطيارة. اوكي مثل ما قاعد تشوفون طبعا يجي وياها هذا المعطر، اعتقد تديره بالطيارة. ونجي على الطيارة.
اللي هي هاي، وهاي المروحة مالتها. شوفوا شباب هاي المروحة اعتقد تتقعد هنا. ها وهيجي تقوم تفتر. شوفوا بس شنو تفتر؟ على الضوء وعلى الطاقة الشمسية. بس منين نحط لها عطر؟ اعتقد هنا نحط لها عطر جوه، واعتقد العطر تحطه هنا جوه. تمام بهذا المكان. وهاي السفينة مثل ما قاعد تشوفون هاي. وي تعالوا خلي نختبرها ونشوفها صدق تفتر بالضوء لو كذب. المفروض هاي تقوم هيك تفتر على السريع، بس نحط عليها هنا ضوء. طبعا عندي هذا الستاند بإضاءة كلش قوية. خلونا نجرب عليه. نقول بسم الله 1 2 3. العب قوم تفتر. هاي شنو؟ لا مستحيل. قاعد اشوف. شو شباب؟ لا باع اخر الضوء طفت. احط عليها ضوء باع. اوكي بدأت تشتغل. شوفها. لا زين اوقف خل نجرب الطيارة. المفروض هاي تفتر. تعالوا خل نحط عليها الضوء. وات؟ لا هاي بعد اقوى. شوف خل اشوفكم هنا بصورة اوضح. ركز لي راح احط الضوء هنا. اشتغلت. شو اواخره طفت. هنا ينحط العطر، وهاي المروحة توزع لك العطر. كذلك هاي السفينة العجيبة باع. شوف قامت تفتر. طبعا تقييمي لهاي الطيارة ولهاي السفينة 9 من 10. نروح للمنتج اللي بعده. اوكي شباب الشغلة اللي بعدها هي شغلة كلش راح يحبوها الطلاب خصوصا الصغار. هي هاي ال3 شغلات. اول وحده هنا مقطاطه كهربائيه او على الباتريات، هي تقط من وحدها. وهاي مساحه هي تمسح من وحدها. وهاي مكناسه هي تكنس وحدها. ستقولي شو يسوي بالمكناسه؟ شايف من تمسح الورقه بالمساحه يصير هيك اكو مثل الشعيرات. هاي راح تشفط لك اللي مسحته. تمام من تمسح هيك تسوي هيك تسوي من تمسح. لا بعد ما يحتاج هيك تسوي حجي تجيب هاي تشفط لك فشي رهيب. طبعا سعر هذني ال3 شغلات ب30,000. نعم ما غاليات. ستقول ايش بيها المقطاطه اللي هيك نفر بيها؟ لا حجي هنا اختراعات غريبه هنا يا فشي. خلينا نروح نشتريهن 3 ونرجع لكم. وكان توصل الغراض. تعالوا خلينا نفتحهن. بسم الله متحمس. العب. اوكي شنو هاي صغار شباب ذني؟ انا عبالي كبار مثل بالصورة. شوفوا شباب هاي المقطاطة هذا حجمها شكلها رهيب. هاي منها من فوق تحط القلم مالتك وهي تبدي تقط وحدها. تفتر باع. هاي شنو هاي الدقمة؟ ايش تسوي هاي ما اعرف. وتشتغل على باتريين. تحط لها 2 واحد هنا واحد هنا. وتجي وياها هاي المساحة الأوتوماتيكية هي تمسح وحدها. بس هم تشتغل على الباتري باع. اي هم باتريين شوفوا. وتجي وياها المكناسة العجيبة اللي تشفط لك الشغلات اللي مسحتهن هذني هيك الصغار اللي يصيرن شايفين. هاي منها تفتحها تنظفها. واعتقد هم تشتغل على الباتريات. باعوا باتريين. اوكي شباب خلونا نجرب المقطاطة بالبداية. ندخل بيها القلم. بسم الله. وات تتقط. وات شوفوا شباب شوفوا شلون قطته. لازم تشوفون. لازم واو باع شباب ما تكسر لك حتى القلم. وهنا تجمعت هن ذني ملاتهن. لا توسخ القاع ولا سيت. تسمحيني اقط القلم يم السبيه؟ بس تريد تقوم. بس تقوم اقعد. المقطاطة عندنا نجحت. هسه خلينا نجرب المساحة. حطيت لها باتريات وشوف الصوت مالتها. اسمع وحطيت للمكناسة باتريات وباع الصوت مالتها باع. مكناسة كهربائية. خلونا نكتب ونمسح بالمساحة ونشفط بالمكناسة. الطالب مني شوف هذا راح يتخبل. دلل ابنك دلله حتى من يصير الدكتور يصرف عليك. دلله. اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون هذا الدفتر يمي. خلي نشخبط مثلا. خلي نجيب المساحة اللي هي هاي واعوها عشان تفتر. بابا ركز. رهيبة يا اخي رهيبة. شنو نجي نمسح. بسم الله. وات شوف شباب قاعد تمسح بدون ما يعني اسوي هيك حيل. لا هي من وحدها. واو شوفوا هذا اللي اقول لكم اللي يسوي دائما هيك بيتكم. شنو راح نجيب المكناسة يابا. المكناسة عمي.
شفطيه شفطيه شفطيه. باعوه ونظفت لنا الدفتر، بس المساحة مثل ما قاعد تشوفون ما مسحت زين، بقت هذا يعني شوفوه. خلونا نحاول نمسحها بعد. اي هسه يلا قامت تمسح. باعوه شوفوه. واو. مسحنا كل شيء والدفتر رجع نظيف برعاية هاي المساحة الجميلة. شنو رأيكم شباب؟ يعني من باب انه انت تدلع ابنك الطالب بنتك، خصوصا يا ورديه كيف عليها بنات مو؟ طبعا تقييمي للمقطاطه وللمساحه وللمكناسه كلهن 8 من 10. خلينا نروح للمنتج اللي بعده. اوكي شباب، المنتج اللي بعده هو هذا الجهاز. هذا الجهاز شباب هو كاشف الحركة. يعني مثلا تخليه بمكان اي واحد يفوت من يمه يقوم يطوط، تحط هذا الجهاز، اعتقد هذا الجهاز تحطه برا وهذا تحطه بالبيت. اي واحد يفوت من يم هذا الجهاز اللي انت حاطه بالبيت يقوم يضوي او يطلع صوت قوي ينبهك انه اكو واحد ترى فات يابا طبل بيتكم اصحى. فشي رهيب هذا شباب. طبعا سعره 15,000. خلونا نروح نشتري ونرجع لكم. وكان يوصل الجهاز ما اعرف على شنو يشتغل، اتمنى على الباتري، اتمنى. واعتقد لاسلكي يعني ما يحتاج اصلا كهرباء وتربطه، هو يلقط اي واحد يفوت هذا يقوم يدق، اي واحد يفوت يم هذا يقوم يدق المفروض يعني. اوكي شباب، مثل ما قاعد تشوفون هذني الجهازين. طبعا هذا الجهاز يشتغل على الباتريات طلع، وهذا هم على الباتريات، يعني اثنيناتين على الباتريات. شوفوا، تعالوا خلينا نحط لهم باتريات ونشوف ان شغالات لو لا. هذا واحد وهذا اثنين. هو هذا اللي راح يكشف الحركة شباب ويرسل إيعاز لهذا يقوم يطلع صوت. واشتغل، شفته يضوي. يضوي. وهسه شنو شباب، نحط باتريات الهاية. بسم الله، نخاف لا يدق علي، اول ما احطه يقوم يطوط يمكن. اوكي زين، من هنا بي اوف واون لازم اشغله. اوكي شباب هسه راح اشغله، بس احرك ايدي فوق هذا يقوم يعني يطوط هذا المفروض يعني. اوكي راح احرك ايدي شباب. اخ تحرك. اوكي طبعا بأكثر من نغمة نقدر نغير. سوري حبيبي، بس ثواني. لا تدوخنا يا اخي، هاي لين قاعد يلقط حركتي هنا شباب. طيب هذا شباب بس اقدر احطه برا، اعرف واحد طب للبيت وواحد طلع، اقدر احطه بباب غرفتي، اي واحد يفوت من يم غرفتي يطوط لي هذا بالبيت. وبأكثر من نغمة. دقيقة نجرب النغمات. هذا الصوت كلش عالي يلعب. ها وهذا يقراك عن بعد، يعني مو اللي تحط ايدك عليه. باعوا هذا راح احط لكم اياه هنا، شوف، وهذا راح احطه هنا. شوفوا هسه حطيته هناك يم الدرع. ليش دا اقول ليش الدرع؟ راح اشغل هذا الجهاز اليمي هذا هسه، بس راح افوت من يم ذاك من بعيد راح قبل يطوط. تلاحظون شباب حتى انا هنا يلقط حركتي. باع لقط باعوه حتى من بعيد. بابا ركز، يلقط حركتي. هذا تقدر تعتبره جرس بدون ما حد يلزمه. اي واحد يجي من يم بابكم يوقف يم الباب يظل يطوط، ينبهك اكو واحد بالباب. افد شي شباب، هذا فد منبه رهيب، خصوصا مثلا اذا انت عندك مزرعه، يعني مستحيل واحد يجي بيها، فتحط هذا يحذرك يقول لك واحد ترى بالباب، واحد تركز. تقييم لهذا الجهاز 10 من 10. نروح للمنتج اللي بعده. اوكي شباب، المنتج اللي بعده هو هذا خلاط يشتغل على الشحن. تخيل تجيب خلاط تاخذه وياك وين ما تروح تسوي لك عصير تشحنه فتشي. طبعا سعره ب15,000. خلينا نروح نشتريه ونجربه. وكان يوصل الخلاط. تعالوا خلينا نفتحه ونسوي بيه عصير. اوبا العب. هاي شنو بيه؟ واو شكله. شوف هاي شنو جو بيه؟ اعتقد قصبة نشرب بيها. ومن جوا هذا الخلاط تشوفون ما مبين لكم. هذا باعوه هذا الخلاط. اوكي بريحة خلاط. شوفوا شباب هاي القصبة
اوكي قاعد تشوفون هنا، شوفوا هاي نفتح هذا هيك منه، شوفوا هيجي. تعالوا خلنا نغسله ونجيب فاكهة ونسويها عصير. الو 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 الو، ذكرتوني اشتريت سماعة، هسه نجربها بالفيديو. ثواني بس خلينا نخلص هذا واشوفكم السماعة اللي اشتريتها على طار الصدى يعني. نغسل هذا ونجيكم. اوكي شباب، غسلته ونظفته، اتمنى بيه شحن، وغسلت القصبة مالته، وجبت عنب. اليوم راح نسوي عصير العنب. شلون العنب هذا مبين يشهي رهيب بابا شكله بابا. فتعالوا خلي نحط له كم عنبايه، سوي تيست يعني تيست. والمفروض هذا العنب يطلعون منه النوى مالته، لان النوى مالته تصير مره اذا خلطتوها بالخلاط تعطي طعم ما ادري شلونه، بس احنا نريد نجرب، احنا لا اكثر ولا اقل. قطيب عنب تمام. هذا العدد كافي اعتقد عنب، وراح نحط له شويه مي، نحط شويه مي حتى يختلط ما يصير ثخين. بسم الله. اوكي اعتقد هذا، خلينا نشوف، متحمس اني. خلينا نقعد هاي اللي فوق، اتمنى بي شحن، اتمنى. تمام هسه المفروض ندوس بس هاي الدقمه الفوق، نقلب على هاي الوجه لانه هاي الفريره صار جوا، ونقول بسم الله. هاي معود ما بي شحن. تعال شحنه. انغثيت، كلش انغثيت يعني. ليش ما يدزون الشغله بيها شحن؟ عموما خلينا ننتظره يشحن، وبين ما ننتظره يشحن خلينا نشتري هاي الملاعيب. اريد العب اكو لعبه من كنت صغير كنت العبها بفلوس، اللي هي هاي شباب تتذكروها؟ هاي اللي بيها مثل التشنقال، تمرر على هاي الحديده بس اذا طخت يقوم يطوط تخسر. يعني انا اعتقد هاي اللعبه صار لها فوق ال 200 سنه، يمكن اول لعبه اخترعوها بالعالم على ما اعتقد. سعرها بيش 5000 دينار. نايس، خلونا نروح نشتريها ونرجع لكم. وكان توصل اللعبة. هذا الشنقال مالتها. اي نايس. شوف يا عيال هاي مالتها القاعدة، هيك تحركها هيك. طبعا تشتغل على الباتري. اوكي شباب مثل ما قاعد تشوفون هاي اللعبة هسه المفروض شغالة. باعوا بس احط هاي الحديد على الحديد تقوم تطوط. شوفوا، فلازم شنو نبلش من جوا بحيث ما نخليها تطخ. بسم الله. اوكي اليوم لازم اسويها. يا اخي راد لها اعصاب هاي لا شويه صعبه. تركيزك ابو حسين. هاي صعبه خسرت. تعالوا هنا قدامكم نلعبها هنا هاك. اوكي هاي مغثة. شو وقت يشحن السيار يا سيار؟ شو وقت يشحن الخلاط؟ دخل السيار على الخلاط. على طار السماعة اللي قلت لكم اشتريتها هي هاي، تعالوا شوفوها شلون رهيبة. بوم، شوفوها عن قرب. شو من جوا هاي السماعة شباب، تعرفون شنو بيها ميزة تغير الأصوات، وبيها صدى، وبيها كومبرسور. خلينا نشغلها. اشتغلت. وبيها هم بلوتوث، تقدر تربط بيها تليفونك تطلع منه على تشغل اي شيء. الو. طبعا اكو سماعات مثل هاي بس تحس الصوت مالته مخنوق يلعب النفس وما يلتقط منه صوت الا من فوق. الو، الما مشترك بالقناة خليه يشترك. عثر على يزن ببرنامج الانستغرام. على الجميع التوجه الى قناة يوميات واحد عراقي. طبعا بها ميزة تغير الاصوات. اسمع هلا شلونكم؟ اسمع الصوت رهيب. يا اخي ضحك. التليفون مشترك بقناتي. الو شوف صوتي تغير. هاي اذا انت كنت بنيه وتحكين بيه يصير صوتك ولد هيك. الو هلا. هاي اكو فد يوم واحد راح يوكل محامي، المحامي قال له لا شكرا متغدي. الو هلا بالعيال. هذا الصوت من تطلع راسك من الجامع بالصيف وبالسيارة قاعد يمشي 200.
صوت طياره صار. تذكرون الطيارات اللي كانت تفوت من فوق البيوت قبل؟ كل يوميه تفوت 6 7 ونسمع صوتها كلش عالي. كنا قبل ننام بالسطح. كم واحد بيكم كان ينام بالسطح قبل؟ يفرش السطح بالصيف ماكو كهرباء، نرش السطح بالمي وبعدين نفرش. ليش نرش السطح بالمي؟ حتى يبرد. وكانت الشمس تقعدنا من ساعه بالستة ونص قبل تضرب عليك ويجيك الذبان، وضعيه كلش منتهيه. مو هاي الموطة برد برد، هاي الموطة برد برد، اسمع كلمة بابا وماما ولا ناخذ أكثر من وحدة. سامعين هاي الأغنية مال هاي الموطة برد برد؟ هاي الموطة فرح طفلك، هاي الموطة برد برد، اسمع كلمة بابا وماما ولا ناكل أكثر من وحدة. زين ليش انت شنو شغلك؟ يعني هذا غير ابو موطة ينصح العالم ما يشترون منه. حبيت ابويا راح يقعد. خلينا نشوف الخلاط هذا مشي حان. بسم الله. معود يا معود، شنو السالفة؟ واو هذا التمساح اللي هيجي يدوسون بسنونه. حبيت اريد اشتري. خلينا نشتري بيش ب5000. واو رخيص. خلينا نشتري ونرجع لكم. وكان يوصل التمساح يابا. هذا اللي يلعبون بيه تحديات. شوف تحلقك لك. هذا هو التمساح. اذا تغلط وتدوس سن من اسنانه بالغلط يعضك. فخلي نقول بسم الله. اوكي الحمد لله. خلينا نختار هاي. اوكي اخ. محاولة ثانية بس هالمرة بالحكي. اذا احكي حكاية كذب يعضني. اني حلو. اني احبكم. ابوي وامي راضين علي. اني شاطر بالدراسة. اخ يا بصادني. شباب تتذكرون هذا الاتاري اللي كنا نلعب بيه قبل؟ شوف هذا الاتاري ايش قدوته. بس فاوع العلم ذا ان كنا ندقهم يدوسن، وحتى هذا هم يدوس يتحرك يمنه يسره. جاهز تنبهر ويشتغل شباب. هاي اللي ورا بس اجر هاي راح يشتغل. اشتغل. مو ليش ما اشتغل شباب. هذا كان يشتغل. حرامات. هذا اصغر اتاري بالكوكب. حرامات عداب بهرك. بس ليش بدا يشتغل هسه؟ يمكن الباتريه خلاص. بس شوف ايش قدوته. صحيح شباب منو بيكم ماكل موطه سنيكرز؟ مو نستله حجي. هاي ايس كريم باع. شوف ايس كريم. هاي باك نستله متيه التحجي. هاي موطه. بسم الله. موطه سنيكرز مو موطه ضيم. اوكي يمكن شحن الخلاط. لا اذا ظل عليك ترى ما انهي الحلقه. كل ساعه طلع شغله لحد ما تشتغل. بسم الله. اوكي سوينا عصير العنب. تعالوا واخيرا. اوكي بسم الله. انا قلت لين بينوه راح يصير مر بس ماكو اي طعم للمروره. بسم الله. واو هو هذا العنب جبته فشي هالخلاط شباب انصحكم بيه. تخيل انت تجيب لك بالليل تقعد ليمونتين تحطهن هنا وتدير فوقهن 7. انصحك تسوي هذا العصير. تجيب لك 7 وليمون، تعصر لك ليمون وتديره فوقه. فد انتعاش رهيب. واذا تريد تنتعش كلش قصقصتين رقي هيك تجعصهن 2 صغار قصقصتين بطرف القلاص وتعصر فوقها الليمونه وتدير فوقها ال7 او السبرايت. هذا العصير لازم كلكم تجربوه وتسووا لي تاج. قطعتين رق صغار تجعصن بالقلاص، تعصر لك ليمونه فوق الرقيتين ذن الصغار وتدير فوقها السبرايت. فتشي واذا تحب تسوي لك مزاج قوي حط لك نعناعيتين بي. يابا يا الانتعاش اللي راح تذوقه. انصحك بهذا العصير. بسم الله. هسه قمت اقلط نوى. دا اقول ليش العصير مو مر؟ لان ما مرد النوى. هي لو ما رد النوى كان صار العصير مر. بس حلوه هاي الفكره. هسه بعد ما عندي شيء خلصت الحلقه. بس الفوضى اللي سويتها داير مداري لازم كلها المها. انت قاعد متمدد وما تدري بالفوضى اللي داير مداري وعلى الميز متمدد. اتخاء شرف. ايش تعينط فيه الغرفه؟ اعطيك فلوس شو اسوي؟ بس نقذوني. انا اكثر شيء انزعج منه بهاي الحلقات انه تعال ننظف واعدل وارتب بنات شيء مش بيدش ما حد يفيدش غرفتي. بليز اقوم انا هسه كالكرته انظف. انت بس تخيل وراي مونتاج. واذا تشوف هذا الفيديو هسه يعني انا مخلص مونتاج ومتمدد دابوه على تعليقك.
بهاي اللحظة. دا اقول لك خلصت الحلقة ايش بيك؟ ابويا دا اقول لك خلصت الحلقة ايش بيك؟ هجيه بدك الماعين تصور لي السينك، لازم تصور السينك، اريد اشوفه يلمع. بنات شكو وحدة تغسل الماعين تصور لي الماعين والسينك، اريد اشوف الترتيب، اريد اشوف ندارتشن، لازم تطلع ندارتشن. اذا ما تطلع الندارة مالتشن ترى يعني انتن. فكل اللي بنات اللي يشوفوني حملة تسوون، تمسحون البيت مسح وتدزوا لي الصور ما بعد التعديل، دزوا لي الصور قبل وبعد شباب حتى انزلكم ستوريات. وانت لك الولد الكلام يشملك، حملة تنظف بيتك، واذا كلش تفتخر بالتنظيف اريدك تاخذ لي سيلفي ويا التنظيف. تمام؟ الى متى تظلون قاعدين؟ الى متى؟ خلصت الحلقة، محضر لكم فيديوهات غير، بس اصبر لي اذا جهز بيهن. شي واشوفكم بالحلقة الجاية. باي باي. سيمس فيدش ما حد يفيدش عيني.